السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وزي ما احنا شايفين مع بعض احنا لسه مكملين في تحضيرات رمضان، والنهاردة معانا العصاير. هنعمل مع بعض ان شاء الله عصير البرتقال بالجزر، وهنعرف ازاي نحفظه في التلاجة او في الفريزر. وهنا هنعمل برضو مع بعض هنفرز الفراولة، نعرف ازاي نفرزها ونحط لها مكون واحد بس يحفظها معانا ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده ده اول عصير معانا ان شاء الله، عصير البرتقال بالجزر. معانا 4 كيلو برتقال وغسلينهم بالفرشة كده ومنضفينهم. معانا هنا كيلو جزر غسلناه ونضفناه وقطعناه حلقات كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وهنحط عليهم كوبايتين سكر. بسم الله. وهنقلب كده الجزر في السكر كويس الاول. ومعانا هنا ليمونه. بسم الله. فاتحينها ومطلعين منها البذر اللي جواها. بسم الله. بعد ما عصرنا الليمونه كده هنقلبها برضو تقليبه. دلوقتي هننزل عليها بالميه. بسم الله. لازم نخلي الميه كميه الميه كتير زي ما احنا شايفين كده، لان دي اللي هنضرب بقى عصير البرتقال كمان شويه مع بعض. ودلوقتي هناخدها نحطها على النار. بسم الله. زي ما احنا شايفين كده، وحطينا الجزر على النار وهنغطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي. بسم الله. كده بعد ما ولعنا على الجزر سيبناه يستوي، هنيجي خلصنا تاني برتقانه بكل سهوله، ما بتسيبش فيها اي قشره بيضه. ونخلص بقيه الكميه ونرجع مع بعض ان شاء الله. كده بعد ما خلصنا تقطيع البرتقال زي ما احنا شايفين مع بعض، ولو اتبقى فيها قشره بيضه شلناها. وهنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض خلصنا تقطيع البرتقال وطلعنا منه البذر وحشنا الحتت البيضه اللي في قلبه، وهنركنه كده. خلاص استوى. انا شفته دلوقتي ولقيته استوى. هطفي عليه واسيبه يبرد خالص وبعدين نضربه مع البرتقال. بسم الله. هكشف عنه كده عشان يبرد، وهنعمل تاني عصير مع بعض لحد ما الجزر والبرتقال يبرد. احنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض جايبين ما شاء الله 5 كيلو فراولة. انا حبيتش اكتر عن كده لانها لسه ما رخصتش قوي برضو، فانا جبت 5 كيلو بس دمت اللي هفرزه من رمضان ان شاء الله. وهنشوف هنعمل ايه فيها مع بعض دلوقتي. بسم الله. وانا نضفتها شلت الوردة اللي فيها وغسلتها، وكده هنقضي ان احنا نحوش مطرح الوردة ونقسمها نصين. وكده زي ما احنا شايفين مع بعض بعد ما خلصنا تقطيع الفراولة وصفناها من المية خالص، خلصناها بالشكل ده. بسم الله. انا دمت معايا 5 كيلو، هحط لكل كيلو معلقة سكر كبيرة. بسم الله. السكر ده بس زي مادة حافظة كده عشان تحفظ لك الفراولة كويس، عشان كلها تتغلف بالسكر، عشان ده اللي هيحفظ لك الفراولة، ومش هتحطي عصير ليمون ولا اي حاجة. وكده خلصناها تقليب زي ما احنا شايفين مع بعض. هنركنها لحد ما نخلص عصير البرتقال ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصنا الفراولة جينا بقى خدنا شوية خدنا قطع من البرتقال حطيناه، وهنحط عليه من الجزر بالمية. بسم الله. بسم الله. وكده هنضربه في الخلاط. بسم الله. وكده ضربنا العصير زي ما احنا شايفين مع بعض. بسم الله. وجبنا مصفى سلكي كده عشان نصفي بيه. بسم الله. ولازم المصفى زي دي كده عشان تصفيه معانا كويس. بسم الله. بسم الله. وكده هنصفي العصير كويس زي ما احنا شايفين مع بعض. زي مع بعض بعد ما خلصنا العصير هنعبيه دلوقتي مع بعض ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين كده مع بعض انا حاطين الكيس هنا عشان هعبيه في اكياس. انما اللي موجود عندك علب ممكن تعبي في علب، اي حاجه موجوده عندك، بس انا العلب خلصت في تخزين، فانا هحط في الاكياس زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بسم الله. وانتوا تحطي
على حسب عدد افراد اسرتنا. وزي ما احنا شايفين مع بعض انا عبيته كده، ونكمل تعبئة ونرجع مع بعض ان شاء الله. وبكده بعد ما خلصنا عصير البرتقال زي ما احنا شايفين، هنعبي دلوقتي الفراولة مع بعض. ولازم ما نعبيهاش برضو لو هي باردة خالص، يعني ما ينفعش نضربها وهي سخنة، وما ينفعش لو ضربناها ما ينفعش نكيسها سخنة. خلصنا كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنكيس الفراولة بقى زي ما احنا شايفين برضو مع بعض. ودي الفراولة احنا ما سيبناهاش كتير، احنا سيبناها بس لحد ما خلصنا عصير البطيخ. بسم الله. هنعبي دلوقتي الفراولة بسم الله، وبرضه هعبيها على حسب الكيس. انا كده هعبيها، احاول اطلع الهواء كله من جواه كده زي ما احنا شايفين، ونقفلها ونخلص بقية الكمية ونرجع مع بعض ان شاء الله. وكده زي ما احنا شايفين بعد ما كيسنا عصير البرتقال والفراولة. برضو عصير البرتقال لو عاوزة تحفظيه في التلاجة ممكن تعبيه في ازازة ويقعد معاكي من 5 ايام لاسبوع، وتاخدي منه وتخفيه لان ده المركز طبعا. وعصير الفراولة والفراولة طبعا معانا اهي كده. احنا الفراولة دي عاملينها في رمضان بس، انما ان شاء الله لما ترخص هنخزنها مع بعض ان شاء الله، لان هي برضو لسه غالية. لو عجبكم وصفة النهارده اعملوا متابعة وشير عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.